كنت داخل المسجد في غرفة جانبية. بعد أن بدأ الإمام بإلقاء الخطبة بقليل بدأ إطلاق النار، وشاهدت الناس يركضون عبر الغرفة التي كنت فيها. أنا لم أشاهد مطلق النار، لكنني شاهدت كثيرا من القتلى على الأرض. ثم هرعت إلى حجرة النساء لأن زوجتي كانت هناك، فلم أجدها ولم أجد أيا من النساء. ثم حضرت الشرطة ونصحتني بمغادرة المسجد. شاهدت أناسا يعرجون، وشاهدت أناسا مدرجين بالدماء. استمر إطلاق النار 6 دقائق، وسمعت صراخا وعويلا وأناسا يسقطون قتلى. الشيخ كان يلقي الخطبة وكانت الساعة 1:45 وبدأ إطلاق النار، ثم دخل وهو يطلق النار. في الواقع أنا لم أره، فانبطحت أرضا وخفت أن أنهض لأنني إذا وقفت فقد أصاب بالرصاص. لبثت مكاني ودعوت الله أن أبقى حيا. لقد كنت آخر من خرج من المسجد بعد أن توقف إطلاق النار، وكانت عند الباب عدة جثث.